السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أيها الموالون المحبون والشيعة المخلصون، ابكوا وتباكوا على أمناء الرحمن وسادة الإنس والجان، وتفجعوا ونوحوا على أولياء الزمان والمكان، وتفكروا فيما جرى عليهم من المصائب والأشجان، وكيف لا تكونون كذلك وقد بكت من قبلكم السبع الشداد، وناحت البحار والأمواج، والأرض بأرجائها، والأشجار والأنهار، والحيتان في لجج البحار، والشمس في رابعة النهار. فأي قلب يستر بعد قتلهم، وأي فؤاد لا يحزن لمصابهم، أم أية عين تحبس دمعها وتبخل بانهمالها ودفعها؟ فاجتهدوا في النوح والعويل والبكاء على هذه الرزية الجليلة والمصيبة العظيمة، والبسوا لباس الأحزان، وتجلببوا بجلباب الحزن والأشجان. فلقد روى الثقة الصدوق محمد بن بابويه في الأمال وثواب الأعمال، وابن قولويه في الكامل، عن أبي عمارة المنشد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال لي يا أبا عمارة أنشدني في الحسين بن علي. قال فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، ثم قال والله فما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار. فقال يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن علي عليه السلام فأبكى 50 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين عليه السلام شعرا وأبكى 30 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين وأبكى 20 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين وأبكى 10 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين عليه السلام وبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين عليه السلام وتباكى فله الجنة. وقال عليه السلام من ذكر الحسين عليه السلام عنده فخرج من عينيه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله عز وجل، ولم يرضى له بدون الجنة. فابكوا وتباكوا على مصيبة الحسين. ألا صلى الله على الباكين على الحسين ورحمة الله وبركاته.